السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. استمرارا لنجاحات وإبداعات النادي الأهلي في علم الإدارة الحديث والنجاحات المنقطعة النظير في التعاقدات وفي عقود اللاعبين. بعد 7 أيام 7 رضا سليم اللاعب المغربي أو الجناح المغربي هيطلع فري خلاص. لو الأهلي ما قدرش يجدد له، طبعا مش هيقدر يجدد له لأنهم الوقت عندهم 5 لاعبين: أشرف داري، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بن شرقي، وجريدي شار. مستحيل الأهلي هيسيب حد من الناس دي. فاللاعب اللي بيحصل على $1,500,000 وعقده لسه ممتد 3 سنين، الأهلي كده هيشيل كمان إيه؟ $4,500,000 استكمالا للأموال والميزانيات المفتوحة للنادي الأهلي على مصراعيها. بعد 5 شهور بقى كمان أليو ديانج عاوز 2,000,000 دولار ونص في الموسم عشان يمدد عقده ويجدده. وبيراميدز فاتح خط التفاوض مع اللاعب، ويا تدفع 2.5 مليون يا اللاعب هيسيبك. استكمالا إمام بيه باشا عاشور اللي ممدوح عباس قال له تعالى حط الرقم اللي انت عاوزه وارجع نادي الزمالك. عقده لسه ممتد 2 سنين، يعني في يناير القادم مش ده اللي بعده يقدر يوقع على اي نادي. الاهلي فاتح له ميزانيه مفتوحه عشان يعلي على الجعان اللي راح النادي الاهلي وعمل له عصر جديد من الصفقات وعصر جديد في الاموال وتسعيره جديده لكل لاعبين الدوري المصري. وسام ابو علي سابك ومشي وعقده ممتد 4 سنين. احمد عبد القادر لسه له سنه وقاعد حاطط رجل على رجل ورافض ان هو يجدد او رافض ان هو يطلع اي مكان. أليو ديانج في يناير طلب 2.5 مليون دولار. امام عاشور عاوز 3 مليون دولار في الموسم. رضا سليم قرر ان هو الراجل قاعد وقال لك انا موجود، هيمشي ببلاش، هياخد استغنى رسمي قبل يوم 6/8. وانتظروا محمد علي بن رمضان، انتظروا اي لاعب هيجدد في النادي الاهلي، حتى كوكا، احمد حسن كوكا الناشئ رافض يجدد للنادي الاهلي وبيقول لك انا عايز اطلع احترف. ومن اعمالكم سلط عليكم يا كابتن خطيب. طبعا ما ننساش موضوع عبد الله السعيد اللي هيرجع بالتعويض على النادي الاهلي حوالي 3 مليون دولار، هيرجع ياخدهم تاني بعد ما الاهلي خسر معاه كل درجات التقاضي في الشكوى الظالمه اللي كانوا عاملينها على اللاعب عشان يبطلوا كوره ويضيعوا مستقبله لمجرد فقط ان هو طلع بشكل شرعي وبشكل رسمي وقرر ان هو ما يكملش في النادي الاهلي. السؤال بقى دلوقتي، احنا كنا سامعين ان اللاعيبه بالتليفون بتوقع للنادي الاهلي على بياض. هسيب احمد عبد القادر واحمد حسن كوكا واسامه ابو علي وامام عاشور ورامي ربيعه واكرم توفيق هم اللي يردوا على الاكذوبه اللي دوشونا وعمونا بها لمده 20 سنه. تحياتي.